أهلا وسهلا بيك، نورتني في قناتي المتواضعة ناديومي. في الفيديو ده هشارك معاك شوية أفكار بسيطة تطبقها في الأجازة عشان تلاقي توازن دايما بين الراحة والفايدة في الأجازة. يلا نبدأ ونشوف ايه اللي ممكن يغير يومك النهاردة. حاول تصحى بدري، مش شرط تصحى الساعة 6، بس حاول تصحى شوية بدري عن ميعادك. حاول تلحق شوية الهدوء والجمال بتوع الصبح. في حاجة دايما كده بتبقى مختلفة الصبح بدري، الهوا بيبقى نضيف خفيف كأنه بيرحب بيوم جديد معاك. صوت العصافير، مفيش دوشة مفيش زحمة. الشمس بتدخل من الشباك بهدوء كأنها بتطبطب عليك مش بتنور بس. اللحظات دي محدش بياخد باله منها، بس هي اللي ممكن تغير مودك كله. جرب تصحى بدري بس علشان تعيش الإحساس ده، مش عشان تعمل حاجة، علشان تكون بس موجود وتحس بالجمال بتاع الصبح بدري. حتى لو مش بتحب الرياضة جرب بس تتحرك شوية، مش لازم تجري ولا تروح جيم ولا تعمل تمارين صعبة، بس 10 دقايق تمارين خفيفة أو شوية مشي في الأوضة. الحركة دي هتفرق جدا في طاقتك ومودك وهتساعدك تخرج من الكسل اللي دايما بنحس بيه في الأجازة. صدقني جسمك هيشكرك على ده جدا. حاجات كده بسيطة ممكن تتعلمها وتضيف طاقة حلوة ليومك، زي إنك تجرب ترسم، تتعلم تصوير بطريقة مختلفة، أو حتى تبدأ تتعلم كروشيه وتعمل حاجات صغننة كيوت كده. مش مطلوب منك تكون محترف خالص، كفاية بس إنك بتجرب حاجة جديدة وبتستمتع بيها. فدايما خلي في يومك جزء تجرب فيه حاجة جديدة معملتهاش قبل كده. أما بقى لو نفسك تتعلم حاجة جديدة فعلا ومختلفة، ليه ما تبدأش تتعلم لغة جديدة؟ مش شرط تبقى سوبرمان فيها، كفاية بس إنك تتعلم كل يوم كلمة جديدة أو حتى جملة بسيطة. سواء كنت بتحب الإنجليزي، الكوري، الفرنسي، الياباني، إيطالي، ألماني، أسباني، أو حتى هندي، في مليون طريقة تتعلم بيها من غير ملل. ومين عارف، يمكن تبقى بداية جديدة لحاجة كبيرة في حياتك بعد كده. في طرق كتير تتعلم بيها، ممكن تاخد كورسات أونلاين أو حتى أوفلاين. ممكن تفتح يوتيوب هتلاقي كل حاجة عايز تتعلمها موجودة هناك. في كمان ابلكيشنز كتير تقدر تستخدمهم. ومن أكتر الحاجات اللي بشجعك عليها جدا إنك تبدأ تتعلم لغة جديدة. التدوين. التدوين ده أكتر حاجة بحبها، هو مش بس كتابة، هو مساحة لنفسك. بتساعدك تطلع كل اللي جواك. لما بتكتب بانتظام هتبدأ تلاقي أنماط في تفكيرك مختلفة، في مشاعرك، في قراراتك، وده بيخليك أقرب لنفسك أكتر. بمعنى بتخليك فاهم أكتر نفسك. الجورنالينج بيبقى زي مراية بتشوف فيها نفسك أوضح. فبجد لازم تبقى جزء من يومك. اكتب أي حاجة في دماغك، أي حاجة حاسس بيها، اقعد اتكلم مع نفسك، بجد هتفرق. ومع الوقت هتتعود بعد كده تعرف تكتب ايه وامتى، وايه اللي عايز يتحط دلوقتي علشان تقدر تشوفه في المستقبل. يعني بحسها من الحاجات اللي ممكن تخليك تحتفظ بمشاعرك لوقت أطول لقدام. صور بشكل عشوائي، صور أي حاجة تلفت نظرك، مش لازم يكون في سبب، مش لازم تبقى الصورة تحفة فنية. حاول بس تصور أي حاجة. تصور النور وهو داخل من الشباك، فنجان القهوة أو الشاي المفضل عندك، السما، خطواتك وانت ماشي. التفاصيل الصغيرة دي لما بنوثقها بتخلي لحظاتنا العادية شكلها مختلف خالص. صور بس انت كتير ونزل ستوري كتير جدا واقعد اعرف أصحابك كل شوية، بس بجد التصوير من أكتر الحاجات الحلوة. نيجي بقى للروتين السنوي بتاعي. غير أي حاجة في الأوضة بتاعتك أو في المكتب بتاعك. رتب المكتب، علق صور بتحبها، غير مكان الكرسي، هات نبتة جديدة صغيرة. التغيير مش لازم يبقى كبير، لكن مجرد انك تخلق شكل جديد للمكان اللي حواليك بيخليك تحس انك بتبدأ من أول وجديد، وبتديك طاقة كده بجد جميلة. يعني أنا مثلا كل سنة بعد ما بخلص امتحانات بحب أغير ديكور المكتب، ده بيفرق جدا معايا وبيحسسني إني بفصل أوقات الدراسة عن وقت الأجازة. بجد حاول حتى لو تعمل حاجة بسيطة في الأوضة بتاعتك أو في المكان اللي دايما بتبقى موجود فيه. نيجي بقى لأكتر نقطة أنا متحمسة لها جدا، وهي الطبخ. من أكتر الحاجات الجميلة والممتعة في العالم. جرب تعمل بس وصفة بسيطة، حاجة بتحبها أو حتى حاجة أول مرة تجربها.
الريحة، التحضير، والأكلة في الآخر، كل ده بيخلي اللحظة بجد ممتعة جدا، حتى لو مطلعتش زي اللي في الصورة. وحتى لو كل اللي في البيت اتريق على الأكل اللي انت عملته، أحب أقولك ما تستسلمش وجرب تاني، ويكفيك شرف المحاولة بجد. بس بجد الطبخ من أكتر الحاجات اللي بتخليني مبسوطة، وأعتقد كمان إنها ممكن تخليك مبسوط جدا. تخيل تقعد تحط مجهود في حاجة وبعدين تاكلها. خصص لنفسك يوم في الأسبوع للموفي نايت. جهز فيلم بتحبه، حضر سناكس، وافصل دماغك عن كل حاجة. بس ركز في الفيلم، ركز انك تستمتع وتندمج في أحداث الفيلم. ممكن تختار فيلم يضحكك، فيلم يلمس مشاعرك، أو حتى فيلم من اللي بتحب تعيش جوه العالم بتاعه. صدقني الليلة دي هتفضل مستنيها كل أسبوع، لأنه مش بيبقى بس فيلم، دي راحة صغيرة وسط كل حاجة. بسلام بقى لو تتفرج على الفيلم ده مع اخواتك أو صحابك، اليوم بجد هيروح في حتة تانية وهيبقى بجد تحفة جدا. اخرج من البيت من غير خطة بس علشان تشتري حاجة حلوة لنفسك. ممكن تنزل تشتري ايس كريم، حاجة حلوة، لعبة حلوة. مش كل الخروجات لازم تكون كبيرة أو متخطط ليها. ساعات خروجة بسيطة ومعاها آيس كريم بطعمك المفضل بتغير مودك كله. انزل بس امشي شوية وشم شوية هوا. اللحظة دي من غير أي سبب ممكن تكون أحلى لحظة في اليوم، لأن السعادة ساعات بتكون في حاجات صغيرة جدا، زي الآيس كريم بالظبط اللي انت نزلت تشتري. دي كانت أفكار بسيطة لحاجات ممكن تغير يومك وتخلي الأجازة ليها طعم مختلف. أحب أفكرك إنه مش لازم يكون يومك مثالي، بس يكفي إنه يكون في لحظة حلوة.